وردنا منذ قليل مفاجأة كبرى بشأن صرف معاشات شهر أكتوبر والتأمينات ترد. بتترقب ملايين الأسر المصرية موعد صرف معاشات شهر أكتوبر، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الصرف سيبدأ رسميا يوم الأربعاء، مع استمرار العمل بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الدولة بنسبة 15% والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو الماضي. وأوضحت الهيئة أن صرف المعاشات سيتم وفقا لخطة زمنية منظمة لتجنب التكدس أمام مكاتب البريد وفروع البنوك، وسيتم توزيع الصرف على عدة أيام متتالية طبقا للشرائح المقررة مسبقا، بما يضمن وصول المستحقات لأكثر من 11 مليون مواطن بسهولة وأمان. وأتاحت الهيئة للمستفيدين عدة وسائل للحصول على معاش شهر أكتوبر 2025 دون مشقة، وتشمل ماكينات صراف الآلي ATM في جميع المحافظات، مكاتب البريد المصري المنتشرة بالمراكز والمدن، فروع البنوك المتعاقدة مع الهيئة، المحافظة الإلكترونية مثل فودافون كاش وأورانج موني وغيرها. وتشمل معاشات أكتوبر 2025 استمرار صرف الزيادة الأخيرة بنسبة 15% والتي أقرتها الحكومة لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستحقة. ويعكس انتظام صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 موعدها لالتزام الدولة بتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمستفيدين، كما أن تنويع وسائل الصرف الإلكتروني واليدوية بيعزز من سهولة الحصول على المستحقات ويقلل من الازدحام. ويفضل المستفيدون من استخدام ماكينة صراف الآلي أو المحافظة الإلكترونية لتجنب ازدحام، ويمكن متابعة الرسائل النصية التي ترسلها البنوك أو شركات المحمول للتأكد من إيداع المعاش. وفي حالة وجود أي مشكلة يمكن التواصل مع الخط الساخن للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ويجب التأكد من تحديث بيانات المستفيد بشكل دوري لضمان استمرار الصرف دون تأخير. وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر أكتوبر اعتبارا من الأربعاء 1 أكتوبر 2025 مع استمرار الزيادة بنسبة 15% ليستفيد أكثر من 11 مليون مواطن من المستحقات عبر مكاتب البريد والبنوك وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية. وبكده نكون انتهينا بحضراتكم من هذا الخبر.